مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله باش نديرو حلوى اللي هي المقروط هذا حلوى جزائريه معروفه. اليوم ان شاء الله راح نديرها لكم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تنجح لكم. نبداو بسم الله. عندنا السميد، انا نستعمل هذا السميد هذا بالذات مويه، مليح المبرجه، مليح المقروط، مليح بزاف حاجات. عندنا نكيل في نفس الوقت راني نقول لكم في المقادير. بسم الله. عندنا 3 كيلات سميد، غادي نكملها لانه هنا انا بالي كاين 3 كيلات سميد معمرين. هذه اللي جات معمره يسمى هي التكميله تاع الاخرين. 3 كيلات سميد. عندنا ملعقه صغيره قرفه، ملعقه صغيره ملح. هنا لاستيوس تاع ملعقه كبيره تاع دقيق ابيض الفرينه، وعندنا الكيله تاعنا تاع السمن، نص سمن نص زيت، ماهيش كامله سمنه، نص سمن نص زيت. بسم الله. هنا هذه الكيله راهي سخونه، نخلطوا السميد تاعنا. بسم الله. هو كيجي مبسس ملاح، فقط كي دوك نديرو هكذا نبسو ونخلوه يرتاح ليله كامله، نخلوه يبات في التبساس ديالو هكذا، خلوه يبات. ندخلو مليح فيه سيداتي هكا مليح. واش نجيبو ما زهر نرشوه فقط، ماشي نشمخوه، نرشوه فقط هكذا، ونخلوه يبات باش يشرب. تخليه تبات والا عفوا تخليه يبات، والا تخدميه كيما هكا واحد 3 سوايع تعاودي ترجعي له، يكون شرب هذا. شوفي مليح، نزيد له شويه لاني بعد راح نشمخو. شوفي تطلع منه واحد الريحه ما شاء الله. هاولي سيداتي، هذيك الملعقه تاع الدقيق الابيض هذيك تساعدك باش السميد تاعك والمقروض تاعك ما يتحلش في المقله. وكاين ثاني استيوس واحده اخرى تدبيره نوريها لك كي نكونوا نقريو فيه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله راح نديروه بالكاوكاو، بالفول السوداني، كاين اللي يديروه باللوز ثاني. حنا هذا في الجزائر العروسات تدي منه نهار الصباح تاعها يسربيوه، يعني يوزعوه في الحفله تاع نهار الصباح يوزعوه. تدي بزاف انواع، يعني تدي هذا المقروط، تدي بزاف حلويات معاها الاهل البيت زوجها. خلينا المقروط تاعنا يشرب، يعني يمتص هذوك المواد اللي فيه دهنيه. الان عندنا الحشو تاعنا اللي هو عباره على فول سوداني 3 كيلات او 3 اكواب فول سوداني، وكوب سكر، وملعقه صغيره قرفه، وملعقه صغيره تاع فانيليا. كاين مع القرفه يزيدوا القرنفل، لكن راح يجي شويه الطعم تاعو. يا اما ديري قرفه اختي ولا ديري قرنفل. نشمخوه بالمزهر، نرجعوها جينا حتى يولي لنا متماسك، باش من بعد نحلوه نديروه اصابع ونديروهم في داخل الحشو تاعنا. شمخيه هكا مليح باش من بعد يعني الوقت اللي يكون المقروط تاعك شرب هذاك الدهن تاعو، شرب هذاك الماء الزهر، تكون هذا ثاني الكاوكاو ديالنا يكون شرب ثاني. هاوليك
خليناه يرتاح. هاوليك تحسيه شرب هذاك الليدام تاعو، نطص هذاك الليدام كامل. نجيبو مزهر نديروه نخلطوه بالماء، ما نديروش مزهر وحده. درنا هنا مزهر وحده وخلاص. نجيبو الماء ونرشوه هكا. نرشوه مليح لانه السميد هذا يشرب يمتص الماء، والحمد لله يعني درنا فيه كميه مليحه تاع السمن، فما نخافوش يعني. باش شوفي كيش بدا فيه، شوفي ما تعجنيش ثاني هذا. هكا يكفي. واش نديرو؟ نجيبو كميه، نجيبوش كميه كبيره. نقول المبتدئات ما تجيبوش كميه كبيره، نجيبو كميه صغيره. نديرو لها الماء، ما نشمخوش كامل، نشمخو بشويه هكا. لا زيد نشمخو، شمخيها. شوفي يجي طري كيما هكذا. زيدي شمخيه، يحتاج بزاف الماء. شوفي نديرو هكذا. نجيبو الحربوش هذاك الفول السوداني. شوفي كيفاش نديروه. نحطوه هنا، نحطو هذا ونغلقو عليه هكذا. شوفي نديرو هكا ونحلوه. هو صعيب شويه يجيك في الحلاب، لكن كي تولفيه خلاص هكذا. هذا شوفي مليح. هذا هو جيبي السكينه وتقطعي بسم الله. ديري 2 صباعتين باش يجيو كامل قد بعضهم. بيان سور لي مالفه عادي. قطعي هكا. هاك جيبوا الحبه تاعنا نديروا لها هكا وهكا. شوفي الحبه اللي نتحصلوا عليها، شوفي شكلها. هاوليك الحشو هذاك تاع الفول السوداني. فقط ديري الحبه توسيها باش تجيك شابه. زيدي مره ثانيه ترفدي الحبه تاعك وتسقميها هكا. شوفي يجيو كامل قد بعضهم. كي نحطوهم، كي نكملوا نشكلوا كامل العجينه تاعنا، نحطوهم في السنيوه. هنا نشكلوا ونحطوا في السنيوه تاعنا، نخلوهم واحد الساعتين ولا نخلوهم 3 سوايع ساعتين حتى مليح يشدوا رواحهم، يشربوا مليح، يمتصوا كامل هذوك المواد، ونبداو نقليو فيهم. نرجع لكم نقليوهم اخواتي باش نوريكم. كاين عندنا هذا الطابع هذا ثاني، فيه كاين اللي فيه بزاف انواع واشكال يعني. هذا هو الخشب، كاين حتى تاع بلاستيك. هاوليك شوفي تضغطي هذا الشيء. ندير السكينه تاعك تقطعي. تقطعي الحبات على قد هاوليك يجيو كامل قد وتجي فيهم هذيك الرسمه هذه. نوريلك وحده شنو نسقموها. هذا يجي رقيق شويه على الاخر. هاوليك شوفي الشكل تاعو لو يبان لك. ايوا عاودت رجعت لكم اخواتي الان باش نقليو مع بعض المقروط ديالنا. فقط هذه لازم شوفي ديري طبسي فيه ماء شويه ماء، وتجيبي الحبه تاع المقروط ديالك كيما راهي. شوفي كي نشف كامل يعني ماشي تغطسيها، ترمديها ابان هكا في الماء. علاش نديرو هكا؟ تخافي المقروط تاعك يتحل بصح بالكي برك، خاطش كي تحطيه في الزيت راح بالكي.
بالك تحطيه في الزيت، تقدري ثاني ديري في يدك برك. هيك شوفوا، نقدر حتى هاوليك الماء في يدي ونديرو انا هاوليك صافي نحطها ونرفد يدي تنفن، لانه الواحد يخاف بنات برك اللي عندهم هذيك المقلاة هذيك الالكترونيك هذيك كهربائيه هذيك خير. شوفوا هذا قبل نجيبوا عليهم الزيت كامل هكا، شوفي درناهم كامل هكا ونجيبوا عليهم الزيت هكا. الان اخواتي رجعت لكم بعد ما طاب، هاوليك شوفي كيفاش يطيب، شوفي شحال شبه. هاوليك الفول السوداني، الفول السوداني اللوز اللي حبيتي ديري الحشو. الان عندي العسل تاعي، هاوليك العسل قدامي، العسل هاوليك قدامي. واش ندير؟ من المقله للعسل ديريكت على طول، من المقله كيما راه نحطوه في العسل. هاوليك شوفي، هاوليك وتخليه في العسل قرابه 10 دقائق، تحسبيله 10 دقائق تخليه في العسل، خليه يشرب لك مليح اختي العسل. هذه هي. ومن بعد كي نحطوه وشنو، انا ما نقطروش في الكسكاس، انا من العسل نحطو في كيما نقولوا كيما حاجه كيما هذه اللي درت فيها، كيما هذه نحطو ديريكت في هكذاك، ما نقطروش من العسل تاعو. بعد نحطو في هذوك الاكواب الورقيه هذوك لي كيسات. دوكا نكمل ونرجع لك في طبق التحضير. عاودت وليت لكم اخواتي بعد ما البقروط تاعنا طاب وجهز، كما قلت لكم توجدوه، تخلطوه السميد مع السمن، تخلطوهم وديروا القرفه، ديروا هذيك القرصه تاع الملح، تخلوه نهار كامل، والا ديروه في الليل. الغدوه من ذاك ان شاء الله ديروا هذوك المراحل الثانيين اللي درناهم مع بعض. هو كيبات هو سر النجاح تاعو باش يقعد لك هكذاك، يجي طري ويجي شوفي سيداتي، شوفي كيفاش يجي، شوفي كيفاش معسل من الداخل، هاوليك طايب ومعسل من الداخل. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها ان شاء الله، وكامل محبين هذه الحلوه هذه ان شاء الله هاي ليك فرصه باش يديروها ويتعلموها. ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق. كالعاده ما تنساونيش بلايك والسبسكرايب والاشتراك والمشاركه. شكرا لكم متابعتكم ليا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شهيه طيبه.